جوزيف ميريك الملقب بالرجل الفيل أو المسخ، يا ترى إيه حكايته بالظبط؟ الراجل ده كان أوحش راجل شكلا في العالم، وكان حجمه كبير جدا. تعالوا بينا نشوف إيه قصته الغريبة والطريقة اللي مات بيها بطريقة بشعة جدا ومريبة. قصتنا النهاردة عن شخص عاش لسنوات قليلة جدا، بس داق فيهم كل أنواع التنمر والتعنيف والمعاناة رغم نقاء قلبه ورجاحة عقله. جوزيف ميريك البريطاني الجنسية، واللي اتولد سنة 1862، واتولد لأب وأم طبيعيين جدا، محدش فيهم كان بيعاني من أي أمراض أو حتى تشوهات، وكان ليه أخ وأخت كمان وبكامل صحتهم الجسدية. حتى جوزيف ذات نفسه لما اتولد كان طفل طبيعي جدا ومش باين عليه أي تشوهات أو أي حاجة غريبة، لحد ما كمل سنته التانية وبدأت أمه تلاحظ عليه إن في تكتلات تحت جلده، تحديدا في منطقة البطن والرقبة والراس، وإنها متحجرة جدا وبتكبر كل يوم عن اليوم اللي قبله، وإن لسانه وشفايفه بدأ يكبروا في الحجم لدرجة إنه بقى صعب عليه يتكلم أو يتنفس طبيعي. ومن كتر ما حجمهم كان كبير جدا عملوا له وهو صغير عملية في شفايفه علشان حجمها يصغر شوية، على أمل إنه يعرف يتنفس ويتكلم طبيعي زي الناس. بس للأسف العملية ما كانتش ناجحة، وحالته فضلت تتدهور سنة عن السنة اللي قبلها. وطبعا مش محتاجة أقول تعامل الأطفال معاه كان إزاي، كانوا بيتنمروا عليه وبيشتموه وبيزقلوه بالطوب وبيقولوا له إنه مش بشر زيهم وإنه حيوان وشبه الفيل، لدرجة كمان إنهم كانوا بيقولوا له إن أمه في فيل اغتصبها في السيرك وحملت فيه، علشان كده هو نص بشري ونص حيوان. وطبعا جوزيف كان طفل صغير جدا ساعتها، وكان بيصدق الكلام اللي بيتقاله، وكان بيروح كل يوم يعيط لوالدته اللي كانت بتحاول تهديه وتبسطه بأي طريقة، لأنها كانت بتحبه وحنينة عليه جدا. بس لسوء حظه إن والدته بتموت وهو لسه عنده 11 سنة، بس وقتها بيتفقد الإنسان الوحيد اللي كان بيدعمه وبيعامله حلو وبيحسسه إنه إنسان مرغوب فيه. وبيبدأ طبعا بعدها جوزيف يواجه الحياة لوحده، واللي بتبتدي معاه بسوء معاملة أبوه ليه وضربه ليه طول الوقت، وكمان تجاهل اخواته ليه. وبعدها أبوه كان بيتجوز ومرات أبوه بتعامله بوحشية جدا وبعنف، وكمان كانت بترفض تحط له أي أكل وبتقول انه مش انسان زيهم وما يستحقش ياكل معاهم، وبتقنع ابوه انه يخليه يشتغل ويصرف على نفسه. وفعلا جوزيف بيشتغل في كشك السجاير صغير، بس بعد فترة بينطرد من الشغل بسبب انه مش عارف يتكلم كويس مع الزباين. وبسبب اعاقته ابوه بيحاول يخليه يشتغل اي حاجة تانية بس ما بيعرفش يكمل فيها، فبيزهق منه وبيطرده ابوه من البيت خالص، وبيرفض رجوعه كل مرة كان بيرجع فيها. وبيفقد جوزيف الأمل في إنه يرجع يعيش في بيته ويعيش في الشارع زي القطط والكلاب بالظبط، وكان بياكل بقى من أي حاجة ممكن تقابله مرمية في الشارع، وبيفضل في الشارع فترة كبيرة جدا. وطبعا مفيش حد راضي يشغله أو يعتني بيه، حتى لحد ما حد بيقوله إنه يروح دار رعاية بيعيش فيها المشردين والمعاقين. ولما بيروح جوزيف بيلاقي ان الدار بتوفر ليهم الاكل والمكان اللي بيباتوا فيه، بس قصاد كده الدار دي بتستعبدهم في الشغل وبتعاملهم معاملة سيئة جدا، مش آدمية زي البشر، وكأنهم شحاتين من الشارع. وساعتها جوزيف بيفضل فترة كبيرة في دار الرعاية لحد ما بيعتدي عليه كذا عامل بالضرب، فبيقرر يهرب منهم ويرجع للشارع تاني بسبب التعنيف اللي بيشوفه. وبعد ما بيرجع للشارع بيقابل مدير سيرك في لندن، والسيرك ده بيكون معمول للمشوهين بيعرضوهم فيه قدام الناس زي الحيوانات، وبيجيله ناس كتير من كل مكان علشان يتفرجوا عليه ويزقلوه بالطماطم وبقايا الاكل بتاعتهم اللي بتفيد منهم. وبيوافق جوزيف ان يروح معاه قصاد انه يلاقي مكان ينام فيه وياكل فيه، بس نفسيته بتتعب كتير في الفترة دي اللي بيقضيها في السيرك، وده بسبب انه بيحس انه حيوان وانه بيتهان وبيتشتم، وكمان بيتنمروا عليه اكتر من اللي تعرض له زمان في طفولته. حتى وبعد محاولات كتير جدا قرر انه يهرب من السيرك، وبيفشل وبيستسلم لأمر الواقع، وبيتعود طبعا على الحياة الغير آدمية في السيرك دي ومستمر فيها. وبعد فترة بتمنع الحكومة البريطانية السيرك
اللي بيشتغل فيه المعاقين، وبتجرم اي حد يخلي اي انسان شغال في سيرك مكان الحيوانات. فبيضطر صاحب السيرك ساعتها انه يمشي جوزيف وباقي المعاقين اللي كانوا معاه علشان مش هيعرف يستفيد منهم تاني. وقتها بيرجع جوزيف للشارع، واللي بيحس انه مكان امن اكتر من السيرك ومن اللي اتعرض له فيه. وبتمر سنة وبيقابل جوزيف طبيب اسمه تريفيس، وبيشوف حالة جوزيف وبيعرض عليه انه يجيله المستشفى وهيحاول يساعده ويشوف حل مرضه. بس بيرفض طبعا ساعتها جوزيف في الاول، وبيكون مش مطمن بسبب كل اللي حصل له في حياته، وانه الناس اللي بتستغل مرضه. بس بعدها بفترة بيقولوا انه مش هيخسر حاجة لو جرب، ويروح للدكتور ويستقبله الدكتور فعلا في المستشفى في لندن، وبيوفر له أوضة خاصة بيه يقعد فيها. وبيوصل الخبر طبعا ساعتها للملكة فيكتوريا اللي كانت ساعتها ماسكة البلد، وبتعرف تفاصيل كتيرة جدا عن حالة جوزيف، وبتدي أوامر للمستشفى وللطبيب ترافيس إنهم يوفروا لجوزيف كل سبل الراحة. فبيبدأ ينزل له أحسن أكل في المستشفى، وبيهتم بيه الدكاترة طبعا والممرضين، واللي بيبدأوا يلاحظوا إنه ما بقاش خجول وحزين زي الأول. هو بدأ يحس بالبهجة وبالسعادة، ويتكلم معاهم لاحظوا إنه إنسان مثقف جدا، وكمان بيعرف يقرأ ويكتب على عكس معظم سكان إنجلترا في الوقت ده. وإنه كمان بيقرأ روايات ومسرحيات، وبيسجل انتقاداته ليهم في ورق زي مذكرات عنده. ولما بتبدأ الصحافة تعرف عن حالة جوزيف بيبدأوا يكتبوا عنه كل يوم، وبينشهر جوزيف جدا لدرجة إن الممثلين والأمراء بيروحوا يزوروه ويتكلموا معاه، وكمان بيناقشوه في الفن والأدب والمسرح، لحد ما في أميرة منهم بتتأثر بقصة حياة جوزيف، وبتأمر إنه يتنقل لمستشفى الملكية علشان يعيش في رفاهية أكتر من كده وتعوضه عن كل اللي شافه في حياته. طول فترة علاجه كانت أجمل فترة عدت في حياة جوزيف لحد ما بيكمل سن 27 سنة، وبييجوا الممرضين الصبح علشان يحطوا له وجبة الفطار المعتادة بتاعته، وبيلاقوه ميت ومخنوق بسبب إنه نام على ظهره ومقدرش يتنفس. وبكده انتهت حياة جوزيف اللي عاشها كلها في معاناة وتنمر وحزن. مات سنة 1890، وبقت سيرته الطيبة والحنونة والدافئة يعرفها كل العالم. كان بيتمنى أمنية واحدة بس، وكان بيقول الجملة دي دايما لكل اللي حواليه. كان بيقول: كنت أتمنى أن تحبني امرأة حتى لو كانت كفيفة. مات جوزيف وهو متعطش لامرأة بتبادله نفس الشعور بالحب. وفي سنة 1980 عملوا فيلم الرجل الفيل واللي بيحكي قصة حياته، وفعلا نجح الفيلم وترشح ل8 جوائز أوسكار. والصورة دي صورة جمجمته بعد وفاته، احتفظ بيها ساعتها العلماء في كلية الطب في لندن لدراستها، واكتشفوا سبب مرضه وهو متلازمة بروتيوس. كان معاكم خلود عادل في الحكاية غامضة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل حكاية غامضة. سلام.